مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أوقفت فرقة الدرك الوطني بولاد فايت المؤثرة وحيدة قروش بعد أن أهانت وكيل أعمالها بالصوت والصورة. السيد هذا ما عندي لقيت له عجب في تليفونه، هكا تليفونه ماهوش راح يديه. في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية، أوقفت فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت امرأة تبلغ من العمر 32 سنة قامت بالاعتداء على شخص وتصوير مشاهد الضرب بالفيديو للتشهير به عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي. الفيديو لقى رواجا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، كما قامت المعنية بإطلاق فيديو آخر توضح فيه أنها لم تقم باختطافه أو تهديده. تم توقيف المعنية على مستوى فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت والتحقيق معها، أين تبين أنها قامت باستدراج الضحية، حجزه بمنزلها، الاعتداء عليه وتصويره تحت طائلة التهديد مع نشر الفيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي. الضحية قام برفع الشكوى بمقر فرقة الدرك الوطني بأولاد فايت. بالتنسيق مع النيابة المختصة تم التحقيق مع المشتبه فيها التي قامت بالاعتداء بالضرب على الضحية، وسيتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق. ضغطك على زر الإعجاب هو دعم لباستارز، أما اشتراكك فهو شرف لنا.